يابا يقول لك ماجواير زعلان، سالينه ليش؟ قال لهم فاسكيز والابا خربوا سمعتي. ليش خربوا سمعتي؟ قال لهم كذي ثاني مالي منافس. هسه جماعه ما شاء الله صاير انقص مني. لا والمصيبه انه مندي متنمر على الابه، يقول له لو بك خير ما قوط على نفسك اثنين، عجب ما سجلت هاتريك. ها ها ها. الابه ايش قايل له؟ قال له ولك الخايس ولك انت غير شارع تحكي علي. قال له على الاقل انا شفت طقواله بس ما قوط على نفسي. فبعد ما مشتده بيناتهم وصار المشكله كبيره متدخل بها القائد فاسكيز، قال لهم يا ولد خير احد ياكل، اكو لعبه جايه ويا اللي قوي على نفسه اكثر هو القائد مالتنا. ترى بالحظ الفقر ظلينا بيد انشيلوتي والعفطيه مالته، ونوب انشيلوتي لو بيده غير هم يصير يقول علينا، بس لا هو ما مقصر مقول علينا من الخط. ذولا تدرون منيتي شو اسوي لهم؟ شوارع بغداد كلها قاشطيها يبدون يبلطوها، هذولا احطهم وابلط فوقاهم، وانشيلوتي ما خليه يتغطى بالتبليط كله، لا الوحيد هو خلى راسه طالع حتى شوته. المهم بلعباتنا الجايه ان كان كلاسيكو او غير كلاسيكو راح تكون عندنا خطه جديده، لازم ننزل خطين دفاع، الخط الدفاع الاول يكون به فاسكيز واللي يدافع عن فاسكيز ورا اسنسيو، وتخلي الابا ورا يدافع عنه روديجر، وتخلي مندي ورا يدافع عنه فران غارسيا. اهم شيء نحمي شباكنا من النيران الصديقه، اما الخصوم خي يقولون هذا حقهم.